عمي تبون عمي تبون عمي تبون عمي تبون نوض اش كدير تما نوض 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 اصاحبي راه داير لك الكسكسو اليوم نوض نوض لا 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 اتوحشناك عمي تبون راني عارف والله ما نشك فيها. ياك لاباس عمي تبون مالك مخزون كثير من المنظمات غير الحكوميه تابعه مخابرات شو شتينا عليك عمي تبون شنو واقع فيه واحد قال نكملوا مع سوريا ونتكفلوا بالجزائر رسميا. تكلفوا بالجزائر رسميا كيهضر اخاويا عمي تبون بغيتنا انا مزيغي يعني. كوري الجزائر وترى جبت لهم دوك النوطات ديالك دوك اللعيبات عمي تبون ما يخلعوكش. شوف يجي النهار والشيء المستور يتكشف. يجي خليك منهم راه كنوجد لك واحد القصعه ديال الكسكسو بسبعه خضاري ياك كديروا الكسكسو عندكم نتوما ياك سبيسياليزي في العنب فايت لي شفت شي تصويره بحال هكا الكسكسو بالعنب. اكيد سبحان الله. نو حنا ما غنديروش بالعنب غنديرو لك بسبعه خضاري ان شاء الله. عمي تبون نوضه نايضه لكن نضي راسك مع داكشي ديال حريه التعبير وكل شيء مزيان ما كاين لا اعتقالات لا والو رانا نتعافروا معها ان شاء الله مزيان. مي حضي لي راسك مع دوك المنظمات الدوليه عمي تبون. شكون هاد المنظمات الدوليه؟ عدد منهم عمي تبون امنيستي انترناسيونال مثلا. انترناسيونال ماذا بيا يقوموا القائمه على اغتيال شيرين ابو عقله مش على خبرجيه نتاعهم هنا. وي فهمتك عمي تبون ولكن هذوك راه دول قويه عمي تبون. ايوا وانا جيتك سهل لا حاشا عمي تبون. الخارج راه يغرق فيك باش تدخل في عدم الاستقرار تاع دولتك ويعطيك نفس الشيء اللي عطاه سوريا وليبيا وغيرهم. هذا هو اللي نقول لك انا نظم احوالك. عمي تبون اش بغيتي نقول لك راه بغينا لك غير الخير وصافي. اوروبا راه كتدق عليك. اوروبا لازم تعرف رغم الدعايات تاع الابواق الفاسده من هنا وهناك اللي يبغوا الجزائر وايران وما نعرفاش كل الديمقراطيات تاع اوروبا زادت في الجزائر. اوكي مزيان ما كاينش في راسي. الثوره البرتغاليه ترعرعت هنا، الثوره اليونانيه كانت هنا، الثوره الاسبانيه كانت هنا. والدول اللي كتهضر عليهم عمي تبون راه تقدموا. الا درتي لي الراي كون غير نظمتي لك شي ثوره حتى انت ياك ما ربي يجيب الخير. تفاح وهذيك الكسكسو راه كيوجد عمي تبون. مواطن جزائري ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس. تعرض عليا ان شاء الله الجزائر ودير لي شي تبصيل ديال العدس. مع الثقافات كتختلف عمي تبون. حنا راه حلمتي كتاكل في العدس يعني راك غتشد في الحبس. عمي تبون واحد الخبار وصلتني المحامي ديال الصلصال راه عطاكم 24 ساعه. تفك روح واحد النصيحه هذوك اللي حاكم عليهم بالاعدام خارج الوطن الغي داك الحكم. الناس اللي معتقله داخل البلاد طلقهم. اللي يمس الوحده الوطنيه نستعمل معاه كل وسائل. اش من وحده ترابيه عمي تبون وحنا كنشوفوا بعينينا الناس كيطالبوا بحليبه اميها بغاو يتوضاو ويدوشوا. ولا جيتي تشوف عمي تبون مساكن فاش كيشوفوا الاماراتي ولا القطري كيفاش كيعيشوا راه طبيعي يبقى فيهم الحال. بترول والغاز و40 مليون ديال القوه العامله نورمالمون عمي تبون راه خصهم يعيشوا احسن من القطري واحسن من الاماراتي. الله يخليهم يهضروا يخليهم ينفسوا مساكن. يهضر من بعيد تشراك الفم من بعيد. وعمي تبون وكيفاش بغيتي يدخلوا يهضر اللي دخل كتشدوه. الصلصال يلا حط رجلو طرتو عليه. محمد تاملات دخل مسكين اعتقلته وبقى في التعذيب تمات. علاش مسكين؟ فقط كتب كتاب على العلاقات السريه بين اسرائيل والجزائر. هذه مقصوده والله العظيم اقسم بالله هي اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. ما تحمسش عمي تبون. ولا بغيتي الراي ديالي اطلق المعتقلين واطلق داك الصلصال هذاك راه هو القالب. لا زعما ما على بالكش هاد الصلصال بالله عارف راسو غيتشد فاش غيهبط للجزائر. هو زعما مكلخ. احنا ماناش اغبياء احنا عارفين ماذا يجري في المنطقه وما هي الرغبات نتاع البعض ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ونعم بالله عمي تبون والله العظيم تعجبني بهذا الرزانه والعقل. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عمي تبون ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي. أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة
من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. نو 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 عمي تبون، نسى بحال ما سمعتي والو. داك الشيء راه قديم والله قديم بزاف. دابا لا درنا معاك زوين غنخليوك تاكل معنا هاد الكسعه ديال الكسكسو وبصحتو. وتحيا عمي تبون.